ديربي الاهلي والزمالك. انا يوسف التهامي العميد. كلاسيكو الكره المصريه، اقوى ديربي في افريقيا. الماتش بيتلعب في الاسبوع ال 14 للدوري المصري يوم السبت 21 يناير. الماتش كان ميعاده 7، اخروه شويه وخلوه 8 ونص. واللي هيدير اللقاء ده طقم حكام اجانب عشان الدنيا مش ناقصه. الاهلي الاول ب 31 نقطه والزمالك الثالث ب 26 نقطه. والماتش ده بيبقى ليه استعدادات خاصه. الاستوديوهات عندنا بتبتدي من الظهر وكلهم بيقولوا نفس الكلام. الفريق اللي اعصابه اهدى هو اللي هيسيطر على زمام الامور. انا نفسي حد يجاوبني ايه هي زمام الامور. وطبعا مش محتاجين ناكد ان اول ربع ساعه بتبقى مرحله جس النبض اللي هي حاجه مش موجوده اصلا في اي حته في الدنيا غير عندنا احنا بس. ماتش ملوش حسابات، خارج التوقعات، مع ان الزمالك لسه خارج من الكاس والدنيا عنده مش سالكه، والاهلي لسه متاهل فاينل الكاس والجمهور شايف ان الماتش ده جه في وقته. فهو ليه ملوش كفه بتبقى ارجح من كفه؟ لازم كل مره يبقى خارج التوقعات؟ وحتى يا اخي لو توقعك ما نجحش مش عيب. المهم بقى خلينا نعرف توقعاتكم انتوا. هل الاهلي هيقطع مشوار الدوري على الزمالك من دلوقتي، ولا الزمالك هيرجع للدوري تاني من خلال الماتش ده، ولا هيبقى الوضع على ما هو عليه؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات توقعاتكم، وخلينا ندعي اننا نشوف ماتش كوره عادل بدل العبث اللي احنا بنشوفه.